السلام عليكم، تحياتي لمشاهدي الأعزاء. مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم غادي نصاوبو الجبن بهذه الطريقة اللي غتشوفو. غادي نهزو دابا العقدة أو السيرو ديال الرايب، واحد ميلي كنضيفو على واحد 2 لتر ونص ديال الحليب يكون سخون شوية. نضيفو ليه واحد شوية ديال الملحة وغنحركوه، وغادي نخليوه إن شاء الله واحد 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، وغادي نرجعو ليه إن شاء الله وغادي نصفيوه. هو الجبن ديالنا بعد ما داز 25 دقيقة، ما شاء الله تبارك الله، الجبن ديالنا ولا موجود. غادي نهزوه إن شاء الله، غادي نصفيوه ونديروه في هاد السليلة هادي. كما كتلاحظوا معنا الجبن ديالنا ها هو. واللي عنده الحليب إن شاء الله يجرب هاد الطريقة هادي وغادي يخرج ليه إن شاء الله الحليب الجبن زوين إن شاء الله. هي الطريقة زوينة وسهلة ما شاء الله، اللهم بارك. الجبن ديالنا هو هذا، اللهم بارك. طريقة جد سهلة، أي واحد يقدر يديرها في دارو، أي واحد غادي يديرها في الدار ديالو. عمرنا هادي بقى لينا واحد شي شوية، غنخليوه حتى يهبط، هذا يهبط منو الماء ويتصفى. وإن شاء الله نشوفو كي غادي نديروه في سميتو. ها هو دابا موجود. فاش درناه وصفيناه، ها الجبن ديالنا موجود الحمد لله. وكنتمناو الإخوان يعجبكم هذا الفيديو، هذه الطريقة هذه، وكنتمناو ديروا لي لايك للفيديو إلا عجبكم. ولما لا تشتركوا معنا في القناة. هذا هو السر باش كنخدمو الرايب ديالنا، كنخدمو به الجبن والرايب.